Hey, how's it going? Don't forget to subscribe and let's go. بجد الحاجات هنا بجد وحشه قوي. انا مش لاقي اي حاجه حلوه خالص البسها. الحاجات كلها بجد بيئه قوي وكمان منتشره ومتقلده. انا مش عارفه بجد هلبس ايه ولا هجيب ايه. يا ترى هعمل ايه بقى دلوقتي؟ ايه ده؟ ساره؟ مها؟ ايه ده؟ صوته بجد حلو قوي. بجد انا كمان فرحانه قوي. بقى كتير مشفتكيش. ايه انت بتعملي ايه هنا؟ بجيب هدوم يعني. هعمل ايه؟ انتي في حاجه بجد عجبتك هنا؟ لا خالص. عجبتني ايه؟ لا دي الحاجات كلها بجد هنا سيئه جدا. صح، انا قلت برضو كده مش انا لوحدي. كويس. انتي عامله ايه؟ بجد وحشتيني. انتي كمان. طب انتي عايزه تجيبي هدوم صح؟ اكيد يعني. طب ما تيجي عندنا في محل جنب فيلتنا كده بجد حلو قوي. انا بس قلت اجرب مكان جديد هنا وحاجه. بجد فين ده؟ جنب فيلتنا. في ايه؟ فيلتكو؟ وانتوا عندكم فيلا؟ عندنا فيلا. ده جبتيها ازاي دي؟ ما انا اتجوزت بقى وجوزي عنده فيلا وشغال وكده يعني. مبروك مبروك. الله يبارك فيكي. وانتي عملتي ايه؟ لا انا مخطوبه دلوقتي بس يعني الحال ماشي اهو. طب تيجي معايا ولا ايه؟ طبعا. ممكن نجيبي هدوم بعد كده نطلع على فيلتنا اوريكي الفيلا ونقعد شويه مع بعض وكده. اوكي يلا. هو بقى ده المحل، ايه رايك فيه؟ ده وهو بجد تحفه. ده انا اول مره اشوف كده. بجد اول مره. ايوه يا بنتي ده خطير. ده هتلاقي الحاجه في جواه غاليه نار. لا عادي الصراحه هكتب اجيب منه. ده بقى محل بتاع فساتين وكده. تعالي ندخل نشوفه جوه. يلا بينا. أستاذة سارة نورتينا. عامل ايه يا فوزي؟ وحشتني قوي. وحضرتك كمان يا فندم. يلا تعالي ندخل نشوف جوه. ده انت متاكده ان المحل ده مش يعني هنجيب منه هدوم عادي؟ يا بنتي عيب عليكي يا بنتي. تعالي انا جايه وراكي اهو. ايه ده تيجان؟ ده دهب حقيقي؟ امال الفالصو اكيد حقيقي يعني. دي جواهر. دي بتهزري؟ تعالي بس تعالي. انت شفتيش حاجه اصلا؟ 2000 years later. انا بجد مش مصدقه اللي انا شايفاه. ايه ده؟ الحاجات هنا تحفه بجد. ايه ده؟ انت ايه ده؟ يا بنتي دي اقل حاجه المفروض عندنا. بتهزري؟ تعرفي ايه؟ انت جايه تجيبي فستان هنا ولا ده؟ ايه عندك فرح؟ يا بنتي فرح ايه؟ لا خالص. ده هو جوزي عنده ديزرت عشاء مع زملائه في الشغل وكده، فانا رايحه معاه وكده يعني. انت هتجيبي فستان من دول عشان ديزرت عشاء؟ ايوه مش اكتر. ايه رايك في الفستان ده؟ عاجبني. مش حاسه ان هو اوفر شويه؟ لا تمام. براحتك. وانتي هتجيبي ايه؟ ما هشوف كده. ايه ده ب20,000 دولار؟ حقيقي. لا انا مش حاجه عجباني. حاسه ان انا الحاجات دي كلها اوفر قوي يعني على اللي انا كنت عايزه. حاجه خفيفه وكده فاهمه. خلاص تمام هجيب. يلا نطلع على الفيلا بتاعتنا ونبقى ننزل مره تانية نشوف اي حاجه تانية. اوكي ماشي يلا. وبس كده يا بنتي؟ ده اللي حصل. ده تحفه قوي. يا بنتي المحظوظه. انت عملتي كل ده ازاي؟ ده انت حظك ايه بجد تحفه. طب وجوزك مش هديه لو جالي هنا؟ طبعا لا. ده جوزي متفاهم جدا اصلا. هو اتاخر كده ليه اصلا؟ لا ده الطبيعي بتاعه يعني. هو بيمشي الساعه 1 الظهر كده يرجع على 8 بالليل كده يعني. طب انا لازم امشي بقى عشان ما اتاخرش وكده. طبعا ماما تقلق عليها وكده. اوكي ماشي. اوكي نشوفك طب تاني بكره طبعا ان شاء الله. لا بكره يعني مش عارفه صراحه. مش هتيجي انتي خطيبك ولا ايه؟ ممكن بقى في الويك اند يعني يوم السبت ولا حاجه. خلاص اوكي نشوف. ايه ده يا سارة؟ واحنا عندنا ضيوف؟ ايه ده احمد؟ دي مها صاحبتي. اهلا يا مها. اهلا يا احمد. تشرفت بيكي. وانا كمان. طيب سارة انا طالبة على الأوضة. ماشي انا حابه اطلع لك. ماشي انا رايح. انت خطيبه تحفه قوي. ده محظوظه بيه. يلا قصدي كنت هتمشي صح؟ يلا انا ماشيه اهو. عايزه حاجه يا قلبي؟ لا السلام. بجد الصوره دي محظوظه قوي. انا ما اعرفش هي عندها الحاجات دي كلها ازاي. دوبك 3 سنين سبتها فيهم كانت شبهها. فجاه بقى عندها فيلا وعربيه وكريدت كارد انليمتد ماني. دي بتجيب فستان ب20,000 دولار. دي مفتريه. وجوزها الله اكبر. تحفه. انا عايزه واحد شبهه بدل اللي ادخل في ايه جايب اخر الشقه. ايه يا ماما مفيش حاجه؟ باين قوي ان مفيش حاجه. بجد قولي في ايه؟ ماما قلت لك مفيش حاجه. بجد متاكده؟ ما انا يعني باين عليكي متعصبه قوي. هو بس شويه مشاكل كده في الشغل وكده يعني. امال فين الزفت اللي اسمه سامي؟ ما اعرفش سواء قال ان هو كلامك. لا ما كلمنيش الزفت ده. انا هسيبه اصلا. ايه زفت اسمك انت فين؟ ايه يا مها؟ انا في الشغل هتأخر شوية معلش. هتاخر ايه؟ مش قلت لك تعالى خدني بجد انت فظيع. اعمل لك ايه؟ والله بشتغل يعني. اعمل ايه؟ طب مش قلت لك تعالى خدني؟ طيب طب بص بقى عشان في حاجه مهمه جدا. دلوقتي في الويك اند صاحبتي عزمانه، وانت لو ما جيتش لابس احلى حاجه عندك ومتشيك وبقيت هاي كلاس بجد على هزعلك. فكرة اتقرفت منك قوي والله. كل يوم تزعقنا ومشاكل. ايه ده في ايه بجد؟ انت بقيت مقرف قوي. الموضوع بقى صعب قوي. هو انا ليه مش عنديش شبه ساره يعني؟ هي احسن مني في ايه؟ انا شبهها بالظبط. بالعكس اصلا ده انا احلى منها. بجد حاجه فظيعه. صاحبتك مها دي مش مطمن لها خالص. ليه يا حبيبتي؟ دي حاجه كويسه قوي اصلا. احنا صحاب قوي من زمان اصلا وبنحب بعض جدا. تعرفش بجد منها دي بجد كانت صاحبتي جدا.
ماشي، انا هحاول ما اتاخرش على الشغل يعني واجيلك في وقت مناسب. ايوه ده عشان اصلا خطيبها جاي ممكن يجي يقعد معاك كده يعني فاهم. طب عرفتي خطيبها اسمه ايه؟ طيب اي حاجه؟ لا ما قالتليش الصراحه. طيب ماشي، انا رايح الشغل بقى، سلام. باي يا حبيبي. باي يا حبيبتي. 2000 years later. بجد شرفتوني قوي نورتوني بجد البيت نورك يا حبيبتي. امال فين بقى احمد؟ او احمد في الشغل قلت لك بيرجع 8 او 7 كده. ليه يتاخر كده؟ مش قلتي النهارده يجي بدري وكده؟ هو مش النهارده اصلا ويك اند بيشتغل ازاي في الويك اند يعني؟ بس انا الصراحه كنت عايزه اقابله يعني. ايوه هيجي، هو بيشتغل في الويك اند بس ما اعرفش عشان هو مدير وكده فطبيعي يشتغل في الويك اند. ده مدير؟ احمد مدير؟ ايوه انا قلت لك كده لسه عارفه. لا كده ما خدتش بالي. ما تعالي كده، ممكن تبصي على الحاجه اللي هناك دي؟ تعالي معايا. هبص على ايه؟ تعالي بس معايا نبص على الحاجه اللي هناك دي. يمكن عليك كام ثانيه وقتكم مع بعض فاهمه. اوكي انا تعالى. مش فاهمه ايه العبط ده، هو كل شويه احمد احمد احمد، ما تروحي تتجوزي بدل. انت اصلا طول تبقى نص احمد يا معفن انت. هيلا انت اصلا شغال عامل يعني. احمد ده رئيس شركه اصلا، انت ما تبقاش نصه، ما تتكلمش عليه كتير. انا اصلا مش عايزاك، انا ما اعرفش انا عبرتك ليه واصلا قابلت بيك ليه. غور من وشي ودبلتك هبعتلك مع ماما. يلا مع السلامه. بيتك. ايه يا بنتي ايه اللي حصل فيه ايه؟ لا مفيش حاجه، ده هو بس مستفز شويه عايز يمشي ورا الشغل. انتوا كويسين يعني؟ لا كويسين جدا. اصل كنت سامعه صوت زي يا بنتي. لا كنا بنهزر مع بعض. هتلاقينا نتجوز عشان ناكل. يلا اوكي. 2000 years السلام later. عليكم. عامله ايه ده مها؟ حضرتك جيتي، اهلا وسهلا بيكي. هو يا احمد رجعت من الشغل خلاص بقيت كويس؟ اه. امال فين خطيب مها ده؟ اما انا هو تعليق قصدي ماشي ورا شغل وكده فمش فاضي. انت كويسين متاكدين انك ماكلوش يعني كده؟ لا كويسين جدا. طيب ماشي سارة. طب انا عايزك ثانيه، طيب ممكن اقول لك حاجه بسرعه؟ اكيد مهما معلش 5 دقايق عندك. لا ولا يهمك، خدي راحتك براحتك. تعالى يا احمد. اقسم بالله العظيم ما بتطمن لمها دي يعني ست مجنونه، كانت هتقول من شويه اصلا هتعارك. كنت عارف اصلا هتقول ايه. يا عم ملناش دعوه بيها، هي تعليق مع خطيبها، ما هم مرين برضو ببعض. والله انا حاسه عينيها دي وراها حاجه، واقسم بالله انا مش مطمن لها. يا احمد انت مقفر الموضوع، انا متاكده انها بنت كويسه اصلا. احنا طول بعض في الجامعه وكنا ماشيين مع بعض مش عارفه ايه. بس طيب. هما يتاخروا. مش عارفه حاسه ان انا لما اطلع اوضه نومهم مش هما في المطبخ. انا اشوف اي حاجه ممكن مثلا هتفرج بس هدوم بتاعتها وكده مش اكتر. هي فخمه قوي بجد. هي ساره عايشه كده من غير ما تقول لي. بجد هي زي ما عزمتش عليا ولا شافت لي صاحب مثلا احمد ولا حاجه. واو دي فيتنج روم ليها لوحدها. ايه ده؟ ما تهزريش دي كوتي جواهر. اكيد جواهر حقيقيه. انا بجد لازم اخد الجواهر دي كلها. دي لو بعتهم يعملوا لي كام؟ مليون 2. طب فين؟ انا ممكن اخدهم واعرب هلحق. ما اعتقدش ان انا هلحق. طب البسهم طيب. انا هاخدهم خطوتي في الكيسه وادخل التواليت احاول اخبيهم في اي حاجه دلوقتي. احيي كتير قوي. دي هتلاقيها مليونير دي جوزها ده. يا رب انجز بسرعه. فين الحمام يا ترى؟ صح اسمه كان الحمام فين؟ ادخل فين؟ كان هنا ولا هنا؟ كان دول اللي تحت. طيب يا حبيبي انا قلت لك مش تعمل اي حاجه خالص، هي اصلا طيبه. تعالى بس تعالى روح كده نقعد معاها شويه، واصلا هي حابه وتمشي مش هتطول يعني. طيب انا رايح بقى اغير هدومي في ايه ده الأوضة. هي مها فين؟ ما اعرفش راحت فين. انا كنت سايباها هنا، هي راحت فين؟ تقريبا راحت التويليت ولا حاجه. ممكن طب تعالى نطلع نشوفها هناك. بس ثانيه، ما تعرفش مكان التويليت اصلا. ممكن تكون دورت عليه. هو اكيد جنب الاوضه، هنروح نطلع اوضه لو انت نشوفها اكيد جنب التويليت مثلا ولا حاجه. طيب مش تعالي بقى. 2000 years later. مها انت هنا يا مها يا مها. اروح فين دلوقتي؟ اروح فين؟ احي بجد اعمل ايه؟ حتى البيت ما بيفتحش. احي افتح باب شكل الالكترون مش عارفه افتحه بجد. مها انت بتعملي ايه هنا يا مها؟ انا ما بعملش حاجه انا بس انت ايه ده ماسكه في ايدك ده مالها؟ انت بتسرقي مجوهراتي يا مها؟ لا ما احي يا مها. بعد ما وثقت فيكي دخلتي بيتي تسرقي مجوهراتي؟ ما انت كنت احسن مني في كل حاجه. انت ازاي كنتي احسن مني في كل حاجه بجد؟ انا كنت شبهك بالظبط. انا اصلا بالعكس انا اجمل منك. انا ما اعرفش هو احمد حبك على ايه. انت اصلا ولا حاجه من غير احمد عمل لك كل حاجه جاب لك كل حاجه. انا ما اعرفش انا ليه مش متجوزه احمد دلوقتي. احمد يستاهل حد شبهي اصلا مش شبهك. انت عليه وحشه اصلا ومن جوه وحشه اصلا. انت ازاي ما قلتيش كل ده؟ ازاي مثلا ما جبتيش عيش شبهك ولا ايه ده؟ انت بجد طلعت سيئه جدا. انت كمان بتبجحي. سيبي حيوانه الحاجات دي واطلعي بره بيتي. احسن برضه انا مش عايزه حاجه من شكلكم. وعارف تاني احسن امشي انت وهي. انت ممكن تيجي قصدي ما شيء. بجد ما توقعتش ده منها خالص. ما انا قلتلك من بدري. انا اسفه ما كلامك يا احمد بجد. طيب مش مهم خلاص بقى. اصل كده اتعلمت الدرس بجد مش هعمل كده تاني. انا ما ينفعش اثق في اي حد بسهوله بعد كده. كنت المفروض بقى تتعلمي الدرس من الاول، كنت تسمعي الكلام. بس هتلاقيكي اتعلمتي بقى.
خليها تغور في داهيه، خليها وتاكدي ان هي مش في ايديها حاجه بقى عشان مش مطمن لها. مش مشكله خلاص، انا اهم حاجه ان انا هسمع الكلام تاني ومش هعمل اي حاجه وحشه تاني، واهم حاجه طبعا ان انا مسكش في اي حد بسهوله.